طبعا عشان في الفترة اللي فاتت بس كان في شوية بوستات كده كان فيها مقارنات ما بين مشوار الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وأغلبها كان للهزار مع أصحابنا الأهلاوية. خليني أقول لك بس إنه في 4 أندية مصرية في أول مشاركتهم الأفريقية قدروا إن هم يوصلوا لنهائي البطولة، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في كأس الكؤوس أو في الكونفدرالية. المفاجأة بقى إنه ال4 أندية دول مش من ضمنهم لا الأهلي ولا الزمالك. اول فريق الاسماعيلي المصري سنه 1969 قدر ان هو يوصل لنهائي البطوله في دوري ابطال افريقيا في اول مشاركه ليه، وكسب الانجلبير من دوله زئير اللي بعدها بقى اسمه اشانتي كوتوكو، والدوله نفسها بقى اسمها الكونغو. سنه 1976 نادي غزل المحله في اول مشاركه افريقيه ليه قدر ان هو يوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، ولاعب فريق كان اسمه كارا برازافيل، لكن للاسف خسر في الذهاب 2-1 هناك، وخسر في مصر 4-2. نادي المقاولين العرب هو الفريق الثالث سنه 1982 في بطوله الانديه الافريقيه ابطال الكاس، او كانوا بيسموها كاس الكؤوس. قدر ان هو يوصل لنهائي البطوله وياخد البطوله، وقدر برضه ياخدها للسنه الثانيه على التوالي سنه 1983. الفريق الرابع بقى بيراميدز سنه 2020 لما وصل لنهائي الكونفدراليه في اول مشاركه ليه، وللاسف خسر في النهائي من فريق نهضه بركان في مباراه شهدت فجر تحكيمي رهيب.